صباح الخير. وهذا الفندق مالتي رايح للشغل. خل احاول اصور الرحلة مالتي للعمل اليوم. المكان المتوجه الى ازدحام يصير بنص مدينة دبي، لذلك خل نروح للمترو على مود اسرع للوصول. هذا الكيف شغل ما يسولف. كان انا قاعد ومن هو يطب شغل بالصدفه مر من يمي من هو رئيس وزراء دبي ونائب رئيس الجمهوريه اعتقد الله يحفظه سمو الامير محمد بن راشد ال مكتوم الله يخليه دولته على البنيان والعمران. ومن الفرحه ما صدقت روحي قمت اصيح شيخ زايد شيخ زايد نسيت اسمه على اسم شيخ زايد الله يرحمه. شوف الفيديو يعني ما ادري لحظه ما اعرف شنو هو. الله يخليه لان بنظري شخص عظيم بنى دوله ان شاء الله نكون مثلها. واللي عجبني انه لا حمايه لا شيء لذلك تفاجأت لا مسدسات لا فد شيء هيك دخل دخول عادي طلع عاديه مثل ما راح تشوفوها هسه بالفيديو. الشيخ زايد باخذ لنا صور بس انا لحق ما يقبلون الشرطه. خلصت الشغل وهسه راجع بالمترو للفندق. حليت متأخر من الشغل وهسه راح اتغدى. رايحين المطعم عراقي الا بشده.
كانت هي بالرجعة للفندق، صار لي نص ساعة اشتر هيك على الخالي بلاش. ما قدرت اسوي لكم موقف حلو صار اليوم. قبل لا ينتهي الفلوج احب اتكلم عن موضوع اللي هو اكثر من مره طلب مني ان اسوي حلقه اللي هي اسالني. انا مو شخص مشهور على مود اسوي حلقه اللي هي اسالني، بس راح احاول اوضح عده امور اللي هي الامور الشائعه اكثر من مره تنطرح، اللي هي انت ليش تحشش على الناس؟ انا ما احشش على احد، انا انتقد السلبيات او اعمال اللي يقدموها، وخاصه اذا كانت هاي السلبيات تضر المجتمع او اعمالهم كانت مو بالمستوى اللي يحترم عقليه المشاهد او الى اخره او كلامه، فلذلك انتقد هاي الامور. اما الشغله الثانيه اللي هي انت ليش لحد الان بعد هاي الاعمال او الى اخره او اللي قدمته اللي انا اعتبره لا شيء مقارنه بعده اشخاص قدموا الكثير، فانت ليش بعد ما قدمت لحد الان ما واصل للي حسب ما هم الناس الاصدقاء والى اخره يقولون حسب ما واصل للمرحله اللي انت لازم موجود بيها؟ السبب انه ما احاول امجد او اتكلم بنفس طائفي او عنصري او الى اخره او امجد بجهه على جهه ثانيه. انا الكل عندي سواسيه والكل على راسي وما عندي اي اختلاف. وشعاري بالحياه هو على قولة الاماراتيين ما دام احنا بالامارات، ابي تونس دامني فوقها حي، ما حد انخذها غير الشقا من حياته. وسلام. ابى تونس دامني فوقها حي، ما حد انخذها غير الشقا من حياته. ابى تونس دامني